قولي بصراحة. طيب سم. خفت من التعادل آخر مباراة؟ شوف، اللي ما يثق في الهلال لا يجي يشجع. كرة في العارضة. انا ما اقول لك اللي يشجع الهلال ما يثق فيه لا يجي. انا اثق في الهلال. انا مو من هنا، جاء من الدمام، واروح لاهل جده واروح اي مكان الهلال انا اثق فيه طيب لين اخر دقيقه. وليش تغير الهلال الشوط الثاني بصراحة؟ والله شوف، انا اقول لك صار في زعزعه في الدفاع شوي مع المحاور، في شوي لخبطه، لكن اعذرهم يعني ما قصروا. 30 انتصار متواصل تحسب لهم، يعطيهم العافيه والف المبروك لهم الهلاليه، يستاهلون والجاي افضل باذن الله. نكمل لين 36 37 38 لما نخلص الدوري باذن الله وعلى نفس الوضع باذن الله. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. انا هلالي طبعا بكون مبسوط. طيب ما خفت من التعادل يا شيخ آخر الشوط؟ والله في هجمه خوفتني مره، إيه؟ وانا في الرابطه قاعد اسجل في هجمه وخوفتني، سقعت في العارضه، عرفتها ذي؟ إيه؟ خوفتني مره. يعني الحين مبسوط راضي عن مستوى الهلال؟ لا راضي مره راضي، الشوط قاتلوا الثاني. لين النهايه. وش الشوط الثاني ليش تغير الهلال؟ في زعزعه شوي في الدفاع وبالوسط، في نضيع فرص، ولازم احد سلمان فرج لازم يمشي كور شويه، بس لو يمشي كور شويه خلاص انتهت المباراه. يعطيك العافية. الله يعافيك. اول شيء اللهم لك الحمد، قدر الله ما شاء فعل. صدق كنا نتمنى يعني نطلع على اقل شيء بنقطه رغم اننا نستحق 3 نقاط، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان. الحمد لله كل ايش حال. ينقص الشباب؟ والله ينقص صدق الشباب اشياء كثيره. اول شيء ما بدينا كويس، ثاني شيء يعني شوت عينك كم غيرنا من مدرب، وتعرف الاستقرار واللي صار في ربع الموسم هذا اللي اثر على هذا الشباب، لكن الحمد لله على كل حال. يا الهلالي الحمد لله ما اتوقع شيء جديد. بصراحة خفت آخر الشوط ولا لا؟ شوف والله بكل امانه بعد الهدف الثالث الهلال تهاون شوي. حلو، تضييع الفرص هذا اللي سببه يعني اصابه مترو بعد غيرت مترو. الكرة اللي في العارضة. الكرة اللي في العارضة هذه صدق الشباب صدمني والله، بس هذا اللي يصير قدام الهلال يعني الحمد لله لا جديد. طيب دائم. وش اللي لخبط الهلال الشوط الثاني بصراحة؟ الشوط الثاني تضييع الفرص، يعني الضغط اللي صار لو تلاحظ 4 أهداف في يمكن 10 دقائق. حلو، هذه بحد ذاتها ترى شيء مو طبيعي، لكن الله يهديهم ما استمروا على نفس الاداء. يعني ميشيل تضييع فرص، صالح الشيري برضو في اغلاط بسيطه. سالم اليوم سالم برضو، لكن في نفس الوقت يعني هل هو سبب الاهداف اللي جت؟ لا مو بسبب الاهداف، بس تضيع الفرص بصراحه. انا عندي بس اشياء مسببه. هذا فاول عاد خطا لابد منه في الكوره. هدف عالمي، هدف مو طبيعي. بكل امانه في كلمه بس واحده، حارس شباب اسمه هو والله نسيت اسمه، محمد عبسي والله حارس له مستقبل كبير. الله يوفقه. الشبابين قبل شوي يقولون تكلموا عن الحارس، قلت صد كورتين قويه. لا انا قدامي الحارس صد كور انا ما كنت منصدم منها. والله انا منصدم صراحه، حارس كبير والله قدامه مستقبل، بس خليه يسد حيله. والله يوفقه يا رب ان شاء الله.